باختصار يا صديقي ومن غير ما اطول عليك، في الفيديو ده انا مش جاي اكلمك ازاي تطور مهاراتك ولا تحسن البورتفوليو بتاعك. انا جاي اديك معادله رياضيه حرفيا لو طبقتها على الخدمه اللي انت بتقدمها هتزود دخلك من 3 ل 10 اضعاف على الاقل. لا وكمان العميل هيشكرك وهو بيدفع. والكلام ده مش نظري، الكلام ده موجه تحديدا ليك لو انت جرافيك ديزاينر وزهقت من انفصال العملاء في سعر اللوجو، او لو انت فيديو اديتور وبتتحاسب بالدقيقه، او لو انت ماركتير والعميل مش مقدر قيمه اللي انت بتعمله، او حتى مبرمج او كاتب محتوى، او بتقدم اي خدمه من الخدمات المصغره على المواقع الفريلانس زي ابورك، خمسات، فريلانس دوت كوم، فايفر، او جروبات الفيسبوك او التليجرام. المشكله يا صديقي اللي مخليك مضغوط ومش عارف تطلع من الدايره اللي انت فيها مش انك مش شاطر، المشكله انك لما بتبيع في سلعه بتركز في السلعه في حد ذاتها، مش بتركز ان انت تعمل اوفر وعرض لا يقاوم، وده اصلا كفيل يخلي الخدمه بتاعتك خارج المنافسه خالص. والفرق ما بين مصمم بيعمل $5 ومصمم بيعمل $200 مش ان المصمم بيستخدم موسم من ذهب او كيبورد من الماظ، والفرق ما بين ميديا باير بياخد 1000 جنيه عشان يرفع اعلان وواحد بياخد نسبه واتعاب بالدولار تصل الى انه يكون شريك في البيزنس ويصل الى $1000 شهريا. والفرق هنا يا صديقي في الاوفر اللي هو بيقدمه. والفرق ما بين مبرمج بيعمل موقع ب 500 جنيه ومبرمج تاني بيعمل سيستم ب $5000 مش ان التاني بيكتب كود اسرع من الاولاني ولا شغال على 3 شاشات زي بتوع الهاكرز في الافلام. الفرق يا صديقي في المعادله اللي هشرحها لك النهارده. الفيديو ده دسم وممكن يكون اصعب فيديو تشوفه في حياتك، بس اوعدك يا صديقي ان هيكون الاغلى في مسيرتك المهنيه. يعني تصحصح كده وتفوق معايا وتجيب قهوتك الجميله وتصحصح للكلام، عشان لو في حاجه فاتك من اللي انا بقوله انا مش مسؤول. وهات ورقه وقلم واقفل اي تابات تانيه وتعال نرتب دماغك وركز مع الكشكي. خلينا نتفق على قاعدة ثابتة، كل ما كان صعب استبدالك كل ما زاد سعرك في السوق. وخلينا نتفق ان اغلب الفريلانسر ومقدمي الخدمات بيقع في فخ اسمه سباق نحو القاع، وده لان العميل لو عايز فيديو اديتور بيدخل على مواقع الفريلانس وبيختار من ال1000 واحد اللي عارضين خدماتهم بيختار منهم الارخص. وطول ما انت بتعرف نفسك بالمسمى الوظيفي بتاعك، انا مسوق، انا مبرمج، انا كاتب، كده انت بتحط نفسك في المقارنة. وعشان تكسر السقف ده لازم تعرف ان العميل مش بيشتري خدمة، العميل بيشتري تحول ترانسفورميشن. وده لان العميل هو في النقطة A وعنده مشكلة وعايز يروح للنقطة B هي الحل، والكوبري اللي بيوصل ما بين A و B هو الاوفر بتاعك. وكل ما كان الكوبري ده اسرع واسهل وامن كل ما زاد سعر الخدمة بتاعتك. بس ازاي نقيس الكلام ده وازاي نحسبه؟ وهنا بتيجي معادلة القيمة. وعشان تفهم الكلام ده بيتحسب ازاي تعال معايا على السبورة يا شباب. وجه دلوقتي معادلة القيمة لأليكس هرمزي. انا عارف يا شباب ان كلمة معادلة دي دايما بتكون تقيلة على قلبك وتفكرك بالدراسة، بس صدقني دي مش معادلة درجات في امتحان، دي معادلة فلوس في جيبك. لو فهمتها صح اللعبة كلها حرفيا هتتغير معاك. فركز كده معايا شوية. المعادلة بتقول ان الفاليو بتساوي الدريم اوت كم حاصل ضرب مضروب في البريسيفد لايكليهود مقسوما على التايم ديلاي في الايفورت او السكريفايس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ نقول الكلام ده بصورة بسيطة جدا. الصورة البسيطة ان القيمة بتساوي النتيجة الحلم اللي عايز يوصل له العميل. يعني العميل عايز يوصل لايه بالظبط؟ الصورة الاخيرة مضروبة فيه طب احتمالية نجاح او وصول العميل للحلم بتاعه ايه بالظبط. طيب يبقى احنا لما عايزين نزود القيمة اللي في البسط ده لازم نزوده، اما اللي في المقام لازم نقلله، مقسوما على التأخير الزمني اللي هو التايم ديلي. ان انا كل ما قللت الوقت الزمني للوصول لحلم العميل كل ما الموضوع كان احسن بالنسبة للعميل والقيمة والفاليو بقت كبيرة. طيب مضروب تحت في المقام ايه تاني اللي انا عايز اقلله في المقام؟ الجهد والتضحية المبذولة للعميل. العميل مش عايز يتعب، كل لما انا بقلل الجهد والتعب على العميل ده بيزود القيمة. يعني انا دلوقتي اللي في المقام ده لازم يقل واللي في البسط ده دايما لازم يزيد.
يبقى كده معادلة القيمة بشكل معين ظهرت زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب نبدأ نفصص حاجة حاجة ونمسكهم. ايه هو الدريم اوتكم؟ نبدأ بالدريم اوتكم. طيب نتيجة الحلم يا شباب اللي هو الدريم اوتكم ده ببساطة، انا مثلا لو هضرب مثال مش هقول العميل لوجو، هو عايز لوجو، لا ما اسمهاش كده، اسمها ان هو عايز براند يزود المبيعات. طيب مثلا لو هنضرب مثال في التخسيس ما اقولش مثلا الدريم اوتكم بتاع العميل الدايت، لا ملهاش معنى. الصورة الذهنية ونتيجة الحلم اللي عايز يوصل له عميل ان انا عايز اوصل لجسم مثالي للصيف علشان يبقى شكل كويس ومتناسق قدام الناس في الصيف. فانت لازم تبيع النتيجة النهائية مش الاداة، اللي هو باختصار التحول للوصول للصورة الذهنية. طيب لازم تسأل نفسك سؤال: ما الذي يريد العميل ان يصل اليه العميل فعلا؟ العميل عايز يوصل لايه؟ ويجب ان يكون شيء يرغبه بشدة. كلما كانت النتيجة اهم للعميل كلما زادت القيمة. ده باختصار الدريم اوتكم. ونيجي على جزئية تانية اللي في المعادلة اللي هي موجودة في البسط، احتمالية النجاح بريسيفد لايكليهود. العميل خايف يدفع $1000 ويخسرهم، طب انا ازاي اطمنه؟ وده بيجي ان سابقة الاعمال بتاعتك لازم تكون قوية، ويكون في ضمان قوي لاسترجاع المال، ويكون عندك تستمونيال. كل لما المخاطرة وصلت للصفر او وصلت لحد الصفر كل لما القيمة زادت، وكل لما ان العميل قدر يدفع لك فلوس زيادة. بالاختصار المفيد، ما مدى تصديق العميل بأنه سيحقق هذه النتيجة معك؟ كل الحاجات دي عشان توصلوا للحتة دي، وازاي ان هو هيقلل المخاطرة ويزود القيمة. طيب مثلا لو في دكتور، احنا ليه بنروح للدكتور مثلا معين بيكشف مثلا ب2000 جنيه ودكتور تاني ب200 جنيه؟ ليه ده بياخد 2000 جنيه؟ علشان الراجل ده معاه CV قوي ومعروف عنه ان هو مثلا مفيش حالات بتخيش منه، علشان كده عامل الندرة فسعره عالي عشان هو شايل المخاطرة من العميل خالص. طيب يا شباب، ونيجي لنقطة التالتة في معادلة القيمة، هي التايم ديلي، الوقت المستغرق. ده قلنا في المقام لازم نقلله. يعني على سبيل المثال هنضرب مثال بالتخسيس، لو قلت لك هخسسك 10 كيلو في السنة، هل بتساوي لو قلت لك هخسسك 10 كيلو في شهر واحد بس؟ كل لما قلل المدة كل لما ده يكون احسن. طيب وهضرب لكم مثال تاني، انت لو اشتركت في نادي رياضي النتيجة تاخد وقت طويل. طيب دلوقتي لو انا عملت عملية شفط دهون هتاخد نتيجة اسرع، اذا سعر عملية الشفط بيكون عالي علشان قلل المدة. طيب وشركات تانية ناجحة زي شركة امازون لما بتقلل الوقت ما بين الطلب والاستلام كل ما ده بيحسن معادلة القيمة اللي بتقدمها امازون للعملاء بتوعتها. طيب يا شباب، ودلوقتي هنيجي للعنصر الرابع. العنصر الرابع اللي هو تقليل المجهود والتضحية. كل لما قللت المجهود على عميل او العميل اللي بيبذله كل لما زادت القيمة. يعني ايه؟ ودي اهم نقطة بتميز الخدمات. العميل مش عايز يتعب. انا دلوقتي لو قلت له انا هعمل لك خطة وانت هتنفذها، دي سعرها هيكون رخيص. طيب انا لو قلت له بمعنى اللي هو done for you، لو قلت له انا هنفذ لك كل حاجة وانت ريح دماغك، ده كفيل يخلي الخدمة اللي انت بتقدمها على الاقل هتتضرب في 10 تبقى 10x على طول. يبقى انت لازم تسأل نفسك سؤال: ما الذي يجب على العميل فعله ولا يرغب فيه؟ وكلما قل المجهود المطلوب من العميل زادت القيمة. يعني انا دلوقتي المجهود ده لو انا قللته على العميل، العميل هنا
القيمة بتاعت الخدمة اللي انا بقدمها هتبقى اعلى. طب ندي مثال، حبوب التخسيس. حبوب التخسيس يعتبر المجهود العميل ما بيبذلش مجهود، المجهود صفر، هتكون اغلى من برنامج تدريبي ونظام غذائي قاسي، علشان ده بياخد وقت ومجهود طويل. طيب يا شباب نروح للتطبيق العملي عشان الكلام ما يبقاش نظري. تعال نطبق المعادلة دي على 3 مجالات ونشوف ازاي نفس الشخص ممكن يكسب ملاليم او يكسب ملايين بناء على طريقة التغليف العرض بتاعته، الكلوزنج بتاع العرض بتاعه. وهنا بتيجي دور الترانسفورميشن. ترانسفورميشن هي عملية التحول اللي هيوصل لها العميل، هو ده اللي بيزود القيمة، هو ده اللي بيخلي قيمة الحاجة او الخدمة او المنتج غالي. طيب نضرب مثال. اول مثال هنختار مثال مثلا مطور المواقع وصفحات الهبوط. طيب لو انت بتعمل موقع او لاندنج بيج، الطريقة القديمة اللي هي الطريقة اللي بنقول عليها طريقة الصنايعي، اللي هو ان العرض بيكون انا مبرمج، والله يا جماعة انا مبرمج بصمم صفحة هبوط وورد بريس واتش تي ام ال. المشكلة اللي بحلها للعميل، العميل شايل هم المحتوى وهم الصورة وهم الرابط وخايف الصفحة ما تبيعش، فهو العميل عنده تخوفات كتير غير البرمجة. طب السعر هنا، السعر مش هيبقى عالي لان انا مطبقتش معادلة القيمة، هيكون من 20 ل 100 دولار. طيب تعالوا نطبق معادلة القيمة على المثال ده. تطبيق المعادلة بتاعت القيمة، العرض الذي لا يقاوم، هنطبقه على مصمم المواقع. طب ايه هو الدريم اوت كم؟ الدريم اوت كم انا مش ببيع لك كود، انا بديك مكنة بيع اوتوماتيك هاي كونفرتنج فانل، مهمتها ان هي تحول الزائر من زائر الى مشتري. يعني هي اللي قلنا عليها ترانسفورميشن، بتساعد في العملية دي. طيب هنيجي عند النقطة التانية، ديكريز اوفر. ازاي ان انا اقلل المجهود على العميل؟ السر هنا هتقول له انا بكتب لك الكوبي البيعية وبصمم لك الجرافيكس وربط الموقع وهربط لك سترايب والسي ار ام. انت من الاخر بتسلمه المفتاح اللي شغال. طيب السبيد، السرعة، هتقلل الموضوع على قدر الامكان. بدل ما تقول له شهر وشهرين، انا هقول له في 48 ساعة هتاخد السيستم كامل جاهز. يبقى انا كده الوقت قللته، كل ما بقلل زي ما قلنا في المقام كل ما بتزيد القيمة، يبقى انا قللت الوقت اكبر قدر ممكن. طب السعر الجديد بقى، الفاليو النهائية، ممكن توصل في الحالة دي الى 1000 دولار شهريا. النتيجة العميل مستحيل يقول لك لا، لانك شلت من عليه كل الحاجات التكنيكال والبيع في نفس الوقت، فالعميل مستحيل يقول لا. ونيجي عند المثال الثاني وهو مثال الميديا باير. انا عارف ان المثال ده بيوجع ناس كتير لو انت بتعمل اعلانات. طيب هنجيب الطريقة القديمة اللي ممكن يكون الميديا باير شغال بيها، اللي هو طريقة الزراير، اللي هو العرض. انا هعمل لك حملات على الفيسبوك والانستجرام، وهات لي انت المصمم، وهات لي انت حد يعمل صفحة الهبوط، وهات لي حد يعمل الكرياتيف. طيب المشكلة ان العميل حاسس انك بتاخد فلوس علشان تدوس على زراير، هو معلش ممكن يدوس عليها ومفيش ضمان، فهنا سعر الخدمة هيكون قليل، حوالي مثلا 50 100 دولار في الشهر، مش هيبقى سعر عالي. ونيجي نطبق معادلة القيمة لأليكس هرموزي على المثال اللي احنا قلناه دلوقتي. الدريم اوت كم، انا هبني بنية تحتية كاملة للبيزنس بتاعك عشان تضاعف مبيعاتك. يبقى انت مش مجرد ميديا باير، انت بتعمل سوليوشن متكامل لحلم العميل. طيب هنقلل المجهود بتاع العميل، نعمل ازاي ديكريز للجهد بتاع العميل ونخليه صفر. هقول له مثلا مالكش دعوة بالمنصة، انا هكتب لك الاسكريبتات بتاعت الاعلانات، وهعمل لك الفيديوهات الكرياتيف كلها، وهبني لك الفانل، واعمل لك الاوتوميشن، واربط لك الايميلات،
واربط كل حاجه في الفانل واخلي لك الدنيا كلها بتبيع، وهحط لك السكريبتات اللي هترد بيها على العميل. فكده انا خليت حرفيا المجهود بتاعه شبه صفر. طيب هعمل حاجه تانية، ريسك ريموفال. مش هاخد ولا مليم اتعاب غير لما احقق لك ارباح معينه بناء على كي بي ايز معينه، او نضمن لك عدد ليدز معين. هنا السعر الجديد بتاع معادله القيمه هيوصل ان هو ممكن يكون شبه شريك في البيزنس وياخد 10% من المبيعات، وممكن مرتب ثابت $1000. هنا الموضوع اتغير 180 درجه بحسب القيمه. وندخل على المثال الثالث، هو صانع الفيديوهات اللي هو الفيديو اديتور. لو انت مونتير، طيب الطريقه القديمه، نمسك الطريقه القديمه، العرض. انا هعمل لك فيديو واحط لك كام ترانزيشن، والسعر يا دوب هيبقى $5 $10 للدقيقه مثلا. نيجي نطبق معادله القيمه على المونتير اللي عنده خبرات، اللي يقدر يطبق على الموضوع كامله. هنمسك اول حاجه اللي هو الدريم اوتكم. الدريم اوتكم انا بمسك لك قناتك بالكامل عشان نبني بيرسونال براند يدخل لك الدولارات او الاف الدولارات. طب هقلل الاوفر والتضحيه ازاي؟ انا ببعت لك الافكار والترندز وبقول لك تعمل ايه بالظبط، وبعدين باخد لك الماده الخام اطلعها لك حرفيا تحفه فنيه، وانشر لك كمان الثامبنيل والوصف. هعمل لك كل حاجه حرفيا، يعني انا شلت كل حاجه على العميل. طيب والوقت، التايم ديلي عندك مخزون فيديو يكفي شهر قدام عشان ما تتضغطش، مش يوم واتنين. السعر الجديد هنا للباكج بناء على رفع القيمه طبقا لمعادله أليكس هرمزي هيكون $1500 شهريا، لان هو علب القيمه بتاعه المعادله كامله للعميل. والنتيجه هنا انا ما بعتش مونتاج، انا بعت راحه بال وشهره وحلم للعميل بتاعي. لو لاحظنا هنا النمط المشترك في الطريقه القديمه والطريقه الجديده. الطريقه القديمه انت بتبيع اداه، بتبيع كود، بتبيع فوتوشوب، بتبيع ادز مانجر، بتبيع حاجه معينه او اداه او منتج بعينه. في الطريقه الثانيه انت بتبيع بيزنس يشيل الصداع من راس العميل، وبتقول له اديني فلوس ونام وهتصحى تلاقي المشاكل كلها اتحلت. وهو ده الاوفر اللي يخلي العميل يرمي حرفيا الفلوس عليك وهو مبسوط وفي كامل انبساط، لان انت حققت له الاوت كام بتاعه. طيب دلوقتي انت عملت اوفر عظيم ووعدت وعود كبيره كده يا صديقي. انت لو ما عندكش سيستم هتلبس في الحيط وهتحرق نفسك. عشان تقلل الوقت والمجهود لازم يكون عندك SOPs، يعني ستاندر اوبريتنج بروسيجر. يعني ايه؟ يعني كل خطوه بتعملها تكون محفوظه ومكتوبه، وتكون عباره عن قوالب جاهزه، ايميلات جاهزه، وطريقه بحث جاهزه. السيستم هو اللي بيخليك تقدم خدمه $1000 بمجهود اقل من خدمه $100، لانك مش بتخترع الذره كل مره. الكلام ده ممكن يكون تقيل، بس هو ده الفرق ما بين الهوايه والبيزنس. انت مش مجرد مقدم خدمه، انت حلال مشاكل، بروبلم سولفر. الواجب بتاعك امسك خدمتك الحاليه وطبق عليها المعادله، ازاي تزود احتماليه النجاح في عين العميل، وازاي تقلل مجهود العميل للصفر. واكتب لي في كومنت ايه هو الدريم اوت كم بتاع عميلك، وهرد عليك واقول لك اذا كان قوي او ضعيف. ما تنساش ان مشكلتك مش في مهارتك، مشكلتك ان شغلك من غير اوفر لا يقاوم. وما تنساش تركز مع الكشكي.